هلا مو نزلوا، بدنا نجيب غير حدا، خلونا نلف هاي السيرة بعد إذنكم. ما بدنا أي مسخرة أبدا، ما بدنا، نحن بدنا نعمل نقاشات. إذا بصير مسخرة أنا بنزل. ها انا انا في مره واحد قال لي كف ايدك اليمين مكتوب أيوه في كام 18 والشمال. أيوه. مين بده 81. يطلع؟ يلا ادي اعجاز اهو، دليل 99 اسم من اسماء الله الحسنى. ما حدا. قلت له حبيبنا بس دي ارقام طول هنديه، بالك. لو انت ما تعرفش دي مش وينه الارقام حسام؟ العربيه. وينه حسام؟ ممكن بدك تطلع؟ وينه حسام؟ انت مر عليك كتير يا مازن. هاي. يا لطيف يا لطيف يا تفضل. لطيف. نشوف ريقي. مساء الخير. مساء النور. شو يا حسام؟ انا الي فتره عم اقول له يطلعني، انا ما يعني ما عم لهون؟ حسام من عندكم يعني؟ لا هو بيطلع بيناقشني دائما، هو مسلم. اوكي تفضل حسام. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. لو سمحت انا دائما باخذ فرصتي بشكل جزئي، لكن بدي اخذها بشكل كلي في الاسئله، لانه في فرصه ما عم اخذها صراحه. طيب تفضل تفضل. راما، سبق وطرحت السؤال عليك وللامانه ما اخذت جواب كويس. هون رح اعتبره انا سؤال عادل يعني. يا سيدي ومعنا مازن، هاي اذا ما عجبك جوابي في معنا مازن، تفضل. ما في مشكله، ما في مشكله، لا يا ريت ما يصير مقاطعه. الدنيا اللي تدعوا فيها التطور، سبق وطرحت هالسؤال أنا. كل شيء ماشيين أنتم فيه باختراعات سابقة أو حاضرة أو مستقبلية أو ماضي، لابد له آخر حاجة نهاية وتوقف عنده حدود العقل البشري. كمثال، اخترع البشر التطور في التكنولوجيا، اخترعوا الجوال، اخترعوا الانترنت، اخترعوا الى اخره، لكن ما قدروا يخترعوا الالكترون او الذره الموجوده في الجو. طيب اذا جينا طرحنا السؤال على الملحد او طرحناه على الشخص اللا ديني اللي لا يؤمن بإله، ليش يهرب دائما من النهايه هي؟ يعني على مبدأ العالم الالماني اللي قالها: اذا شربت من كأس العلم فأنت حتما سوف تلحد، ولكن ستجد الله ينتظرك في آخر الكأس. يعني السؤال: ليش دائما في تجزئة في الجواب؟ ليش ما في جواب قاطع؟ يا إما إيمان يا إما سكوت. يعني سألتك أنا هلأ سؤال مباشر، كنتوا عم تحكوا هل لكل شيء صانع؟ نعم. الخلق هو الإيجاد من العدم. تعريف الخلق في اطار المقارنه بين خلق رب العالمين وصنع البشر بيختلف. البشر صنع الجوال، لكن هل استطاع ان يصنع المجال الجوي اللي عم ينتقل من خلاله ذبذبات الجوال او الالكترونات اللي في الجو؟ الجواب قطعا لا، ما استطاع. طيب الالكترونات الموجودة في الجو بشكل متوازن وبشكل سمح للبشر انه يخترع، على مبدأ انه ربنا جعل فيها للارض اسباب الحياة. ليش بتهربوا من هذا السؤال؟ اخ حسام انا عايز اسمع سؤال يبدأ بأداة استفهام. السؤال اين، كيف، لماذا، ما، متى؟ يعني انا عايز اسمع سؤال. السؤال انت الان خلينا في صوتك صار غني. صوت حسام. يا أما هيك تمام، تفضل. ابدأ السؤال. عظيم. السؤال: لماذا الشخص الناكر لوجود الإله يهرب من آخر الجواب؟ يعني سألت سؤال أنا: من خلق الأرض؟ لحظة لو سمحت لا تقاطع. من خلق الكون؟ الله. تطالبيني بدليل؟ بقول لك الإيمان. تقولي لي طيب لا غير كافي. بقول لك طيب ما في مشكل، شو دليلك أنت أنه ما في إله؟ تقولي لي أنه أنا ما شفته. طيب من إذا الأوجد؟ دليل الطبيعة، انفجار كوني. سهلة يا حسام، سهلة. لحظة لو سمحت. لماذا لا تخرج الطبيعة وتقول أنا فعلت؟ في المحكي يا أخي وضحت، سهلة بسيطة. تفضل أبو ليس تسمعني؟ خلصت حسام ولا ما خلصت؟ جاوب يا مازن لو سمحت. أبو ليس تسمعني؟ عم بسمع. ركز معايا كويس قوي. ما حاصل قسمة 9548 على 13؟
شوي بندخل مجال العلم. لا هلا رد دخلت علي، مجال رد علي دلوقتي. الرياضيات. تعرف حصل انا القسمه؟ على الصف السادس ماني دارس، عم تسالني هيك اسئله. يا مازن، لحظه يا حسام، يا حسام دقيقه لحظه، يا حسام دقيقه لحظه. وين دخلتنا هلا؟ صرنا برياضيات رد صرنا. علي يا ابو ليث. تعرف الاجابه؟ ما بعرف، عم بقول لك انا الصف السادس ماني دارس، عم تسالني رياضيات 5000 انا وايه. بعرفها ولا انا، بس هو طيب، شوي عندي. كمان ندخل بالفيزياء. ركز معايا، ركز معايا يا اخي. انا ما عم سالتك بسأل. حاصل قسمه 9485 على 14، قلت لك تعرف حاصل قسمتها؟ قلت لي لا. قلت لك الاجابه 2. بما ان انت ما تعرفش فانت لازم تصدق الاجابه بتاعتي. كلامي ده تشتريه بفرنك؟ لا انا ما بصدق، انا برجع بحسب وبتاكد. الله إذا ينور، كلامك رغم ان انت ما مزبوط تعرفش ولا الاجابه. لا. عرفت؟ الله أبو ينور الليث. عليك، رغم أبو ان انت الليث. ما تعرفش الاجابه الصح. طبعاً بدي فهتعمل ايه؟ أتأكد. هتعمل ايه بقى؟ هتاخد 2 تضربها في 14، بتطلع معاك بتصفي 28، ما بتصفيش 9000 وشويه. يبقى انا اجابتي غلط، ورغم ده انت ما زلت لا تعرف اجابه حاصل قسمه 9485 على 14. ركبي انت معه ما ابو تعرفش الليث الاجابه شلون. الصحيحه، طيب. لكن عندك طريقه تتاكد بيها ان اجابتي خطا. مظبوط عظيم. يا اخ طيب. ابو ليث؟ ده المطلوب. كلام ناس عاقلين. لحظه يا ابو الليث، المطلوب. لحظه يا اخ حسام، انا بكلم ابو ليث، انا بكلم واحد لا عاقل دلوقتي. كلمني انا، نقاشك معي. المطلوب. لحظه يا عمي، لحظه. الكلام اللي انا بقوله ده كلام ناس عاقلين يا ابو ليث. هذا كلام قلت لك ناس انا عاقلين بدي في المنطقة احسب، بدي احسب لاتاكد. مظبوط، الله ينور عليك. يبقى اذا لما حد يقول لي كيف وجدت الالكترونات والمجرات وكيف وجدت الخلايا الاولى، وانا اقول له ما اعرفش، فيقول لي الله رب العالمين، اقوم جاي بقى ماسك الله رب العالمين دوت، واشوف الكلام اللي هو منزله واشوف الصفات بتاعته وامشي فيها. ينفع ان اللي خلق الكون يكلمني عن الكون غلط؟ لا ما ينفعش. ينفع ان اللي لحظة. خلق بس الانسان وقف يكلمني؟ عندك. لحظه يا حسام، بجاوبك على سؤالك والله اهو. وقف لو سمحت. وقف يا لو اخي سمحت. لحظه يا لحظه اخي وقف لو سمحت. يا اخي أخي وقف لحظة لو يا سمحت. حسام يا اخي وصلت شو بدي اقول فكرتك. حسام؟ وصلت طول فكرتك. بالك ليش. لحظه يا اخ حسام، لحظه. لحظة شوي، عم يقول لك هو انه قدم. انت خلي الزلمه يحكي، شو الاسلوب هذا؟ لحظة هو عم حبيبي وصلت احكي يلا احكي خطبه الجمعه بتاعتك، اتفضل. يلا. لا مو خطبة جمعة. انت قلت نهاية جوابك انه الكتاب اللي قدمه وحكى فيه عنه رب العالمين فيه معلومات غلط. خلص اخذتنا لموضوع اخر مباشرة. ادعائك هذا انه في معلومات غلط، ما انت اصلا مجرد ناقل. هل انت اختبرت المعلومات الموجودة في القرآن؟ افتح المايك وجاوبني على قد السؤال. ايوه سالت، اسمع الاجابه بقى. يلا. السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني كان لحظه، اسمع، حط ميوت واسمع الاجابه. السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا ديت زي ما حضرتك ترتق الثوب، يعني عندك شيئين، شيء اسمه سماء وشيء هذا اسمه تفسير. أرض. هذا تفسير من التفاسير. اصبر يا استاذ يا محترم. هذا تفسير من اصبر التفاسير. يا محترم. هذا تفسير من التفاسير. اصبر يا محترم. لو سمحت خليه يحط ميوت، لانه مش بدنا نستفيد برضه من الحوار. الله ما خلص يعني لسه عم بكمل. بدك طبعا لا يعني. طيب السماء والارض خليه يكمل نشوف. السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا يعني عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها سماء ملحومه زي ما تكون مخيوطه بابره حياكه كده، في حاجه اسمها ارض. ففتقناهما، الفتق هو الفصل، فصل شيئين ملتصقين ببعضهما البعض عن بعضهما البعض. ده مش تفسير، ده بالضبط الترجمه الحرفيه للايه. غلط. من قال لك؟ لحظه، لا لحظه، هون ستوب لو سمحت. ليش الآية أي آية هي مازن؟ أي آية؟ لا هي آية يا أبو الليث، هي صحيح آية بالقرآن الكريم. سماء ألم ترى أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. نعم آية في القرآن، لكن ادعاؤه أنه هي معناها الحرفي كما فسر، هذا ادعاء. هون بتقول له ستوب. مين ألزمك ومين ألزم الشخص المسلم أساسا بأنه يتبع التفاسير اللي في القرآن الكريم؟ القرآن لما تيجي عليه احنا اللي بنفسره، مش انت كمرتد، واحنا اللي بننظر فيه، ليس انت لو فهمته بشكل صحيح. المفسرين في واحد كده اهل التفسير اهل الصنعه سموه
شيخ المفسرين اسمه ابن جرير عظيم. الطبري. انت قارئ انا شوف انت ايه قارئ رايك من نجيب ابن جرير الطبري؟ انت قارئ من المفسرين، ولكن غابت عنك الآية التي أيوة. تقول انه احنا الآن كمسلمين عندما نتناول الشريعة والنصوص ونأتي لحتى نؤول او نفسر، عندنا اشياء بنقول عليها ستوب حتى لو فسرها المفسر. فهمت يا استاذ يا مثقف؟ يعني حتى ولو تأولها المفسر. لحظة يا حبيبي لحتى أكمل. لحظة. حتى ولو تأولها المفسر يا أخي بيجي بنهاية التفسير والله أعلم. لذلك لا تلزمنا بما أنت تفهم فيه وتقتنع فيه. جبت القاعدة دي منين؟ موجودة هاي القاعدة في كتاب. ما أنت لحظة، أنت تدعي المعرفة في الدين الإسلامي وأنك ارتدت عنه عن علم. الله بيقول لك الطب. يا حبيبي اسمعني للآخر، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أنا دائما ما باخذ فرصتي بنقاشكم، لذلك أعطيني فرصتي لو سمحت. شوف لما بتيجي تحكي بالقرآن والنصوص، أنت عايز تتكلم لوحدك ولا أنت عايز تتناقش؟ يا عزيزي لا، أنا لما بيصير في معلومة خاطئة بوقفك عندها. لما يا أخي ما أنا بسألك عن المعلومة الخاطئة اللي أنت بتقولها، فين في كتاب الله بيقول لك عما تيجي عند الآية دي استوب؟ جبتها منين؟ هو الذي أنزل الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إحنا كمسلمين يا عزيزي متناولين للشريعة، اسمع الجواب للآخر. في عندنا أشياء بنقول عليها الله أعلم، ما بنجي بيتمرج عقلنا وبنقفز على خارج السور وإحنا نظن أنفسنا أنه إحنا عقلنا كامل المنطقية وكامل الحدود. وهو أنا لو جيت سألتك هلا أنت تحتج علي بأني أنا قلت الله أعلم. دقيقة بس حط لي ميوت يا أخ أبو ليس. تفضل خلي نقاشك معي حبيبي. يا أخي أنا بكلم الراجل مش مالي عينك الراجل. أيوة حسام طول بالك. طيب يلا تفضل يا أخ أبو ليس. نعم. هل ينفع اللي صانع الكون ده كله لما يكلمنا بكلام إحنا ما نفهموش زي شرم برم كده؟ شغلتك على المدفع إيه عسكري شرم برم؟ ينفع؟ الله ما يرضي ربنا يا أخي. أنا بسأل أبو ليس اسمح لي أجاوبه. هو شاف لي أنا بسأل أبو ليس مش بسألك، مش مالي عينك الراجل شواربه تحت مناخيره تحت مناخيره قد كده، مش مالي الشوارب دي، مش مالي عينك يا أخي. عيب عليك هشتم الرجال. يا مازن أنا قلت لراما من الأول أنا بالدين ما بدي أحكي شيء غلط. لأنه حسام طيلع وهو عنده معلومات. حسام بيتكلم هو عم يسألك. على عيني وراسي يا ابو الليث، على عيني وراسي. اترك الجواب. فاكر سؤال الاسم بتاع 9000. اسمعوا شو سؤاله، ما عم يسألك. سمعت سؤاله سمعت سؤاله يمكن نسمع الجواب. لك يا أمة الله ما عم والله العظيم سمعت سؤاله. حسام ما عم يحكي معك الزلمة، ما عم يحكي معك. لا يا راما أنا هاي شوفي هاي النقاش غير عادل. هو سؤال على أبو الليث، أبو الليث بده يخليني أنا أجاوب مو هو. أخي أنا ما طرحتش السؤال لسه، اصبر. شو ها؟ أبو ليث أنا مش بسألك عن شيء في الدين، أنا بسألك حاجات بالعقل كده، بالبداهة بالراحة كده وبالهداوة. العيل الصغير يعرف يجاوب. ينفع يكون في إله لما يقرر ان هو يكلمنا وهيسكت بعد كده مش هيكلمنا تاني خالص؟ ينفع المرة اللي يكلمنا فيها دي يكلمنا بكلام لوغاريتمات ما نفهموش؟ الله ما بيتكلم. لما يخاطبنا يعني لما يبعت لنا كتاب، الله بعت مرسلين على الارض، بعت رسولين. أيوة الكتاب ينفع الكتاب اللي هو بعته ده، ينفع الكتاب اللي هو بعته مع المرسل ده، ينفع الكتاب ده نبقى احنا مش فاهمينه؟ شلون مش فاهمينه؟ ما هو ده اللي انا بسألك، ينفع ولا ما ينفعش؟ انا فهمان قرآني، انا كتابي فهمانه. أيوة. بجوز يعني انت ما فهمانه يا مازن. انا كتابي فهمانه، انا مقتنع فيه. عرفت؟ مش ده سؤالي، ده سؤالي ابو ليث، مش ده سؤالي، ركز معي. انا مش بسألك انت فهمانه ولا لا، بقول لك ينفع يكون في اله للكون ده كله ولما يبعت لنا كتاب مع مرسل الكتاب ده يكون في حاجات احنا مش فاهمينها؟ ينفع؟ ايوه ينفع. هلا في شغلات ابو الليث انت ما بدك تفهمها يا مازن. باختصار يا ابو الليث. لحظه يا ابو الليث يا حبيبي، لحظه. ايوه بس يا ابو الليث، ايوه ينفع. ايوه انا ما بدي. لا ينفع ان الكتاب ده اصلا يبقى فيه كلام مش مفهوم زي شرم برم كده؟ ما في شرم برم، بس ايوه ينفع ان يكون في اشياء غير مفهومه. اصبر يا عم حسام. يا حبيبي مازن. انا عم اجاوبك عنه. ايوه ينفع يا اخي هتجاوب والله، انت مستعجل مش هينزلك الراجل. اهدى يا مازن، لانك انت بلشت تهرب.
انا لا فهمانه. حول الله. بجوز انت ما عم تفهمه، هذا الشيء بيعود لك. بجوز انت مالك مقتنع فيه، هذا الشيء بيعود لك، مش بس انا مش فهمانه بقصد، مش ومقتنع ده فيه. قصدي، مش ده عرفت؟ قصدي، مش ده قصدي. ايش قصدي ان قصدك؟ هو الاله يتعمد زي يعمل شفره كده ما حدش يعرف يفكها. ينفع الكلام ده؟ مش نحن قاعدين بلغز شفره وما حدا الله يقدر ينور يفكها؟ عليك، جاوب. الله ينور. انت عم والله تحكي العظيم انت كلام، راجل زي العسل. انت لا انت عم تصدق تحكي وتؤمن كلام بالله مو انا منطقي، قلبي اتفتح كلامك لك. كله مو منطقي، انت عم تدخل شغلات بدك تغير فيها عقول انت الناس. اسال بس. عرفت؟ يا ابو ليث انت صح، انت هذا صح. هذا اسمعني، هذا مو لغز نحن جايين نحله. الله بعت انبياء وبعت رسل، وفي يا اخي انت صح، انا في بقول لك انت صح يا ابو كتاب، ليث. عرفت؟ ونحن ماشيين على هالكتاب وعلى سنة نبينا. يا ابو ليث انت صح والله العظيم، انت راجل زي الفل. انا راضي باللي انت قلته ده. شو ما هو؟ ينفعش ربنا يبعت لنا الغاز. ليه؟ ما في الغاز، انا عم بقول لك ما في الغاز، عم بقول الله لك ينور الكتاب عليك، نحن فهمانينه. هذا مو لغز، الله هذا ينور كتاب عليك. انا فهمانه وانا مقتنع فيه، بس جزء انت مالك مقتنع، انت ما عم تفهم حالك فيه، لا 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 لا، لاني انا انت ما مقتنع، بدك. انا مقتنع انا عرفت؟ مقتنع ان انا فهمانه، انا مقتنع ان انا فهمانه. الاخ حسام بس جاي يقول انت لنا ايه؟ مقتنع، بس يا يعني يا ابو الليث، انت ما انا طلعتني جاي حتى احكي لك بقى يا ابو تجاوب ليث. بهالطريقه يا ابو الليث. يا بص يا ابو حسام، ليث، الله الاخ لما حسام جاي يقول لنا بيسالني ايه هو بقى؟ عم بيقول لي مقتنع فيه، شلون مقتنع فيه ومالك مآمن فيه؟ يا اخي بس سؤال اسمع. بس. لا فهمانه. يا اخي هو عنده نقطة بده يوصل لك اياها، بس اسمع. هو اخذ الجواب بس طيب يوصلها بسرعه، عم نسمعه. بص يا ابو ليث، الاخ حسام ده بقى جاي بيقول لنا ايه؟ جاي بيقول لنا ان الكتاب اللي الاله بعته فيه الغاز ومحدش يقدر يفهمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اها يا لحظه يعني بس، لحظه يعني لحظه يعني انه لحظه رد لحظه عليك لحظه الله أبو الليث. هو. بالله عليك لحظه، بالله عليك يا ابو الليث لحظه، بالله عليك. هو تفضل. اعتراضه الاخ المثقف، اعتراضه انه هذا الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى في اشياء لا تفهم، وانه هذا الاله كيف يعني بيتحدى البشر بيجلب لنا اشياء لا نفهمها. طيب انا سبق وطلعت على منصات الالحاد كثير وطرحت الكثير من الاسئله، الله وكيلك دائما لما بنحشر الشخص اللي عم تساله بصير يروح على طول على المصطلحات الجديده، المصادر على المطلوب وما بعرف ايش، ولا ينفع ولا ما ينفع، وهو عمليا شخص عاجز عن الاجابه فقط. انا هلا سالته، رجع السؤال بسؤال بانه الاله الذي انزل الكتاب انزل فيه اشياء الغاز، هل ينفع؟ انا جاوبته باختصار ايوه ينفع. سالني ليش؟ ما سالني ليش، انا راح اقول له ليش. هذا الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى فيه آيات محكمات، وفيه أخبارنا وأخبار السابقين وأخبار المستقبل، ويجب أن تكون عندك أنت يا مرتد يلي عم تدعي المعرفة والعلم، يجب أن يكون عندك معرفة كاملة في قواعد النحو والصرف واللغة العربية لحتى تحكم عليه، على هذا الكتاب، إذا أنت فهمانه أو غير فهمانه. مش تكون أنت ضايع من لغتك 13 حرف وجاي عم تقول والله الكتاب هذا أنا لا أفهمه ولا ينفع يكون فيه ألغاز وفي أخطاء إملائية. وأنا حقيقة لو فتحت هلأ المايك وسألتك لماذا تدرس إلى الآن من 600 عام معلقات الشعرية ومعلقات الشعراء العباسيين، أليس كلام عربي؟ أليس كلام يفهم؟ طب ليش عم يدرسوه في جامعات اللغة العربية؟ يعني المفروض ما يدرسوه. فما بالك لو سمحت لا الشعراء تقاطع، العباسيين فما كان ليهم بالك معلقات. فما بالك بالقرآن الكريم. ألطم المعلقات من الشعر العباسي، ألطم معلقات، انا عم اقول لك المعلقات القديمه معلقات والشعراء الشعراء العباسيين. لا شوف ألطم على معلقات الشعراء العباسيين دي. يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب، ادعائك على الالغاز جوابي عليه بانه اذا كان الكلام يفهم كما تدعي فاذا سقط حتى اقنع ابو ليث، اقنع ابو ليث، اقنع ابو ليث. حتى ابو الليث مقتنع، ما عليك منه. جرب اقنعه ان ربنا خاطبنا بالغاز. طيب يا ابو الليث، انا يا اخي انت اذا جينا سالتني على شغله، لو سمحت انت تركتني اسال ابو الليث، انا راح اورجيك شلون المسلم دائما الحمد لله مخه نظيف اكثر بكثير من الملحد. يا ابو الليث، اذا جيت تفضل. على شغله وقرات الايه القرانيه التي تقول وسع كرسيه السماوات والارض، انت هون كشخص مسلم اذا جيت قرات تفسير وسع كرسيه السماوات والارض وقرات جميع التفاسير والتاويلات وبعدين في نهايتها والله اعلم بمراد ذلك، بتامن ولا ما بتامن؟ طبعا بآمن. انتهى الكلام. اذا هاي